الأوضاع تشتعل بتندوف. محتجون يحرقون مقر درك البوليساريو، والأخيرة تطلق النار. اقتحم محتجون غاضبون بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري مقرا لما يسمى الدرك الوطني لجبهة البوليساريو الانفصالية بمخيم الداخلة، وأقدموا على حرقه ليلة السبت ردا على مداهمة درك البوليساريو منزل عائلة من قبيلة ولد دليم واعتدائهم على النساء اللواتي كن بالمنزل. ونشر المسؤول الأمني السابق بجبهة البوليساريو مصطفى سلمى والمولود مقاطع فيديو تظهر اندلاع النيران في مقر درك الجبهة، كما تسمع أصوات إطلاق النار ردا على المحتجين دون معرفة إن كانت هناك خسائر بشرية أم لا. وفي هذا السياق كشف منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف المعروف اختصارا باسم فرصتين أن ما وقع هو استهداف مقر الدرك الوطني فيما يسمى ولاية الداخلة التابعة لجبهة البوليساريو من قبل مواطنين محتجين على سوء معاملة عناصر الجهاز. وأوضح المنتدى أنه ما عاد يقنع ساكنة المخيمات أن تحتج وتتظاهر وتعلن الغضب والسخط على الوضع بأشكال سلمية، بل تطور النضال ليأخذ أشكالا جديدة وطرقا مبتكرة لمواجهة بطش قيادة جبهة البوليساريو وميليشياتها المسلحة. وأضاف بأن النضال ضد القيادة اتخذ اليوم منحا تصاعديا، حيث أصبح المواطنون يقتصون من القيادة ويأخذون حقوقهم بأيديهم، وهو ما لاحظناه في أكثر من مناسبة كان آخرها ليلة السبت، حيث هاجم مجموعة من المواطنين على مقر درك البوليساريو وإحراقه انتقاما من سوء المعاملة من طرف عناصر هذا الجهاز. واعتبر فرصتين أن هذا الهجوم هو رد فعل على ما قام به عناصر الدرك الذين دشنوا حملات مداهمة خلال شهر رمضان وضربوا عائلات ونساء وأطفال، مشيرا إلى أن سوء المعاملة طال الصغير والكبير، الرجال والنساء، وتجاوز حد المقبول بعد تعنيف النساء بأساليب غاية في الحقارة. وتابع المصدر ذاته أن تلك المداهمات تسببت في اندلاع موجة غضب عارمة إلى أن وصل حدا لا يطاق، لتشرع الجماهير بالتنفيس عن نفسها وتتحرر من عقدة الخوف وتهجم بشكل جماعي على مقر مهم وقلعة من قلاع ميليشيات البوليسارية المسلحة. وبحسب المصدر ذاته فإن ما وقع هذه الليلة جاء بعد قرار الساكنة عقب المؤتمر بالهجوم على مقرات ومؤسسات البوليساريو لمنع تسليم السلطة بين القياديين والتناوب على المناصب فيما بينهم، وهو ما اعتبر تطورا مهما في تبيان الرفض الشعبي تجاه مسرحيات البوليساريو ومؤتمراتها. وأشار المنتدى إلى أن الاحتقان انطلق اليوم بإحراق مراكز الدرك، وسينتقل لاحقا إلى إحراق مراكز البوليساريو الرسمية إن تطلب الأمر ذلك، مضيفا: انتهى الخوف وتبخر الهلع وانطلق عهد جديد من التحرر سيكون له ما بعد إن استمر، وإن تكاثفت جهود الصحراويين لإسقاط ميليشيات البوليساريو وتأديبها ومحاكمتها على رهن مصير الصحراويين. يشار إلى أن قوة مسلحة ب9 سيارات تابعة لما يسمى الدرك الوطني بجبهة البوليساريو اقتحمت منزل عائلة معروفة باسم أهل شيباني، وهي عائلة سالك ودلوالي وفق ما أورده منتدى فرصتين. وكشف المنتدى أن الهجوم بدأ على منزل إحدى بنات العائلة، حيث قام أفراد الدرك بكسر الباب وضرب شخصين كانا نائمين قبل أن يتم اختطافهما، ثم انتقلوا إلى منزل آخر يعود لأحد أبناء العائلة واعتدوا على شبان ونساء من نفس الأسرة. وبعد ذلك يضيف المصدر ذاته: عادت القوة ذاتها إلى المكان الأول وبدأت حملة بحث في الأمتعة، ونقل بعض منها
وهو ما أثار غضب شخصين كان في المنزل ليتم الاعتداء عليهما بشكل عنيف. وفي موضوع ذي صلة، يعيش الصحراويون المحتجزون في مخيمات العار أسوأ أيامهم مع الجوع وقلة المواد الاستهلاكية، وهو أمر طبيعي ما دام نظام الكبرنات المحتضن الرسمي لهؤلاء يعيش بدوره على وقع المجاعة بفعل الطوابير المملة والطويلة لمواطنيه الباحثين عن حصتهم من الحليب والزيت والسميد والسكر وغيرها. الوضع المزري هذا عبر عنه أحد المواطنين الصحراويين علي فضيلي على صفحته الفيسبوكية قائلا: يا أيها الشباب الصحراوي، نخبركم من وسط المخيمات أننا قررنا مع مجموعة من الشباب تنظيم مسيرة عودة مع أهلنا وأطفالنا ونسائنا إلى أرضنا هناك في المغرب. لقد مللنا بالاسترزاق والمتاجرة بهذه القضية التي طال أمدها. الحل الوحيد الذي تبقى لنا هو تحدي الحصار وعصابة الحمادة والبوليساريو. نريد العيش في عزة وكرامة. مللنا من هذا الفهيم المتزوج، أمراض، ميكروبات، لا دراسة، لا أمل، لا مستقبل. نحن لسنا سلعة للمتاجرة. من يريد أن يلتحق بنا فليراسلني على الخاص. التدوينة كانت بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس، حيث تفاعل معها المئات من الشباب الصحراويين الحاملين لذات الهم ولنفس النهج والحالمين بالعيش الكريم، خاصة وأن الأوضاع داخل الأسواق بمخيمة العار تعيش على وقع الجوع والحصار الذي تضربه شرذمة من بطوش بتعليمات من نظام الكبرنات. تعيش على وقع الجوع والحصار الذي تضربه شرذمة بن بطوش بتعليمات من نظام الكبرنات على المخيمات ومنع أصحابها من الخروج من التوفر على التصريحات، الأمر الذي أعاق تحركات الصحراويين المحتجزين ومنعهم من السعي في طلب الرزق والبحث عن عمل أو الهروب نحو المغرب لمعانقة الحرية. في هذا السياق أصدر شيوخ وأعيان قبيلة ولاد الديم بلاغا عبروا فيه عن تذمرهم مما وقع لإخوانهم بمخيمات تندوف من إساءة معنوية وجسدية خطيرة مست من كرامتهم الإنسانية وأخلت بحيائهم العام بين ذويهم وأبنائهم، مستنكرين في بلاغ لهم هذا العمل الإجرامي الشنيع. وقال الشيوخ في البلاغ: نحن شيوخ وأعيان قبيلة ولاد الديم نعلي بصوت عال وشديد اللهجة بخطاب آني صلب حتى يصل صوتنا إلى كل المتدخلين والمعنيين بأمر الإنسانية، وهم أهل أولاد دليم المحتجزين في تندوف والذين يستنجدون بإخوانهم بالمغرب طلبا إلى التدخل الاستعجالي والحد من ممارسة طال فعلها وآثارها على السير العام للحياة لأبناء عمومتنا. وتابع البلاغ: لا يمكن التجاهل على ما يحصل الآن من مضايقات وتعسفات، بل وضرب وجرح الهدف منه التهديد والتنكيل بكل ما أتي المجرم من قوة، ولا يمكن لنا الوقوف عند النظر والتمعن بدون أن نحتج ونندد. وناشد الشيوخ كل المتدخلين للملف الصحراوي المغربي بالتدخل السريع والوقوف إلى جانبهم في هذه المحنة، خصوصا وأن قبيلة ولاد دليم تعيش جرحا بليغا من جراء ما يحدث لأبنائها بتندوف، مشيرا إلى أن ما يحز في قلوبنا ومشاعرنا التنكيل بالنساء والأطفال والدفع بالرجال إلى الاستفزاز والضغط عليهم للخروج من حيائهم المألوف.